السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جديد من برامج شركتنا في بالانس اللي هنبدأ ان احنا نطلع فيها شوية اسرار عندنا من المجال بتاعنا ومن الحاجات اللي احنا بنتعلمها ومن الحاجات اللي احنا بنواجهها في السوق في خلال دقيقة او اقل من برنامج سؤال وجواب. هيبقى معانا الجاسوس من ورا الكاميرا، هو اللي بيبدأ ان هو ينقل المعلومات الموجودة في السوق والمعلومات اللي موجودة من المنافسين ونبدأ ان احنا نطلعها على هيئة اسئلة. فخلينا نبدأ مع الجاسوس بتاعنا. ليه بعض الحملات بتجيب آلاف الرسائل ومفيش مبيعات؟ اقول السؤال ده ليه شروحات كبيره جدا وليه حوارات كتيره جدا، بس خلينا نجاوب في اكتر 4 عوامل اساسيه. الاعلان فعلا ممكن يجيب مسج كتير جدا، سواء انت كنت عامله على الواتساب او سواء عامله على الماسنجر او سواء عامله كمان على رسائل الانستا، لكن الفكره كلها فين؟ انا عشان اجيب ليدز او عشان اجيب عملاء محتملين بالعربي، مش معنى ان العملاء المحتملين دولت لازم يتحولوا لعملاء عندي موجودين في الشركه. الدور اللي انا احول بيه العملاء المحتملين للعملاء اللي موجودين في الشركه او للمؤسسه وهو السيلز تيم، ولذلك في فرق كبير جدا بين التسويق وبين المبيعات. دي اول حاجه انت محتاج تركز عليها. تاني حاجه انت محتاج تركز عليها ان الاعلان بتاعك يكون فعلا مستهدف للجمهور بتاعك، للجمهور اللي بيشتري منك. بص، انت بتبيع حل للمشكله سواء من خلال خدمه او سواء من خلال منتج، فالحل اللي انت بتبيعه دوت لازم تكون عارف ان الشخص عنده المشكله. مش اي شخص يتفرج على الاعلان بتاعك لمجرد ان هو بعت لك رساله معنى كده ان هو فعلا جاهز ان هو يتم الديل. ياما بنسمع عن شقق بالتقسيط، لكن مش كله بياخد الخطوه وبيروح يدفع المقدم. الفكره كلها استهدف الجمهور بتاعك.